السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل معاكم ان شاء الله النهارده جايبين معاكم كيلو دقيق كده. هنعمله كده قراميش كده حلوه باذن الله. هنعملها كده كوبايه شاي نفطر بيها كده، او اخر النهار ان شاء الله نبلع بيها كده شاي بلبن او كوبايه شاي ساده. هنشوف كده المقادير معانا كده ان شاء الله عشان ما نطولش الفيديو عليكم. كيلو دقيق اهو منخول طبعا. اهم حاجه ان احنا ننخد دقيق طبعا عشان نطلع منه الرطوبه اللي فيه. معانا ان شاء الله ايه، معلقه خميره كبيره، معلقه ذره ملح صغيره، 3 معالق شمر او كراويه وشمر. الاتنين دول مطحونين على بعض، ناعم اهو، ناعم خالص، مطحونين على بعض. 3 معالق سمسم، انا جايبها ب5 جنيه يعني حبه قليلين جدا اقل حاجه. و3 معالق سكر. نعم موجود، بتاع تومين موجود، كله ماشي، مفيش حاجه ايه ان شاء الله تقف معانا. ودي كوبايه ونص سمنه، اي نوع سمنه طبعا انت بتفضليها، تكون يعني سخنه كده متسيحه كده حلوه على النار، بس مش لدرجه ان هي يعني تتحرق، لا هي تسخن شويه كده معانا بس ما تتحرقش يعني طبعا، عشان ما تغيرش ايه القرمش معانا، او بمعنى صح السمنه ما تغمقش معانا ايه في القديح قوي. ان شاء الله كده نسمي كده بالله ونحط معانا المواد الجافه كلها ان شاء الله. نحط مع ذره الملح اهي ان شاء الله. هنحط معاكم 3 معالق اللي هم الشمر والكراويه. انا بحب الريحه دي قوي قوي، ريحتهم جميله جدا. انا مكتره شويه يعني، دول مش 3 معالق بالظبط، انا مكتره شويه اكتر من 3 معالق، لان انا بحب الشمر والكراويه اول لما بيطحنوا مع بعض بيدي ريحه وطعم جميل جدا في المخبوزات عامه. بالمنظر ده كده. حط معاكم 3 معالق سكر ان شاء الله، وب5 جنيه سمسم اقل حاجه، مفيش حاجه ب3 جنيه، انتوا طبعا عارفين الاسعار بره عامله ازاي، اقل حاجه 5 جنيه سمسم. بالمنظر ده كده اهو. ما تنسيش معلقه الخميره. بالمنظر ده كده ان شاء الله. كل المكونات معانا اهي كده بالمنظر ده كده. بسم الله، نقلب كل المواد الجافه كده مع بعضها ما شاء الله. ده كيلو دقيق بس، طبعا انتوا عارفين الاسعار بره ايه في الكحك والقراميش وكل حاجه ما شاء الله اسعارها غاليه. فانا قلت اعمل كيلو دقيق كده ان شاء الله نفطر بيه كده في الجو الحر اللي احنا فيه ده. واحد ملوش نفس بصراحه ربنا للفطار، او يعني ياكل اي حاجه وكده، بمنتهى السهوله كده يعمل كوبايه شاي بلبن او كوبايه شاي ساده يبلع بيها، والحمد لله على كده. حتى ولادي بردك ساعات ما بيقوموا من النوم بردك الواحد ما بيبقاش ليه نفس خالص ان هو ايه يفطر. فدي حاجه كده سهله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم كده نعملها معاكم كل دقيق ان شاء الله. نقلب كل المواد الجافه كده بالمنظر ده كده. ريحه الشمر بقى والكراويه ما شاء الله، المكونات كده الدقيق كده بالمنظر ده ما شاء الله. ادي نص كوبايه السمنه ان شاء الله، وادي الكوبايه التانيه معاكم ما شاء الله بالمنظر ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بقى معلقه واقلب بيها لان السمنه سخنه جدا. هجيب بقى معلقه معاكم وفاصل ونواصل. هنقلب المكونات كده كلها بالمنظر ده كده، عشان طبعا السمنه كانت سخنه جدا جدا. هقلب كده بمعلقه خشب كده، استنى كده ما تبرد بقى شويه ان شاء الله، ونبس معاكم العجينه دي كلها. نبس يعني ايه؟ يعني كل السمنه تختلط بالدقيق مع بعضها. نقلب كده. هسيب بقى المعلقه كده وهقلب بقى حلو كده. اقلب حلو بقى العجينه دي كده كلها علشان الصوت طبعا الميكروفونات الناس اللي بيندهوا اهو، طبعا كل ما اجي اصور يبقى بالمنظر ده. هقفل بقى على بال ما الصوت كمان. العجينه اهي ما شاء الله، السمنه بردت بقى شويه، هنبس معاكم العجينه ما شاء الله كده تبقى عامله زي حبات الرمل كده. كل السمنه تختلط بالايه، بالدقيق كده ما شاء الله. نجيب اللي تحت كده فوق واللي فوق تحت كده ما شاء الله، ونقلب كده حلو. انا قلبته كويس جدا، بس انا اوريكم برضك متعمل بايدين الاتنين، بس انا طبعا بصور بايد وبشتغل بايد، فعشان كده مش عارفه اعمل بايديا الاتنين، بس انا طبعا فصلت الفيديو وبس جدا كله مع بعض. هنحط بقى معاكم دلوقتي ما شاء الله ميه عشان نعمل معاكم الدقيق حسب ما تاخد، يعني مش ميه كده بالبركه، لا حطوا ميه وزودي واعجني حسب ما ايه ما تاخد العجينه معاكم ان شاء الله. نعجن كده حلو قوي كله مع بعض كده، ونشوف العجينه ان شاء الله تاخد معانا ميه قد ايه. ده كيلو دقيق ان شاء الله. كل حاجه في البيت طبعا احسن من الجاهز، طبعا كل حاجه الاسعار ما شاء الله عليها، كل حاجه غاليه. احنا نقول بقى كل المكونات دي ما شاء الله موجوده عندنا في كل بيت طبعا. دقيق والسكر
كل حاجه موجوده عندنا الحمد لله، وخير ربنا موجود. فاحنا كده ما نكسرش كده، نقوم نعمل كده كيلو بسكوت، كيلو كحك، اي حاجه بايدينا كده، وعارفين احنا معموله ازاي ونظافتنا طبعا وكل حاجه ان شاء الله هتتعامل معانا. انا عجنتها كويس جدا اهي ما شاء الله، قعدت اعجنها شمال ويمين كده، ويمين وشمال وشمال ويمين. العجينه كده ما شاء الله شمال ويمين ويمين وشمال كده، عجينها حلوه جدا. واشوف الميه حسب ما تاخد العجينه، يعني ما تحطش بالبركه، حط شويه وعجينه، حط شويه وعجينه. عايزين اهم حاجه ان العجينه تبقى طريه كده ما شاء الله. بصوا عجينه عامله زي الملبن، طريه جدا معانا كده وتبقى زي الملبن كده. اقعد اعجني فيها حسب مقدار الميه، انا مش عارفه الميه قد ايه عشان ما حدش يسالني احط على الكيلو ديك قد ايه ميه. انا ذات نفسي ما اعرفش والله، انا باخد حسب ما العجينه بتتعجن معايا وتبقى طريه كده وحلوه ما شاء الله، بوقف ميه. العجينه لسه جامده معاكي ما شاء الله. خلصنا العجينه اهي ما شاء الله، عامله ازاي ريحتها بقى، ما اقولكوش على ريحتها. الشمر والكراويه عاطين ليها ريحه في منتهى الجمال. لو جربتوا الوصفه دي ان شاء الله، القراميش دي، هتعرفوا فعلا ان انا بقول لكم ان الكراويه والشمر عاطين ريحه في منتهى الجمال. بسم الله ما شاء الله. نجيب العجينه كده اهي، نجيبها كده ونبططها كده. عجينه طريه جدا ازاي، ملبن والله، ملبن كده خالص ان شاء الله. هنبطط كده، مش عايزين عجينه تبقى تخينه قوي معانا ولا رفيعه قوي، عايزين السمك بتاعها يبقى ايه، يبقى حلو. عشان احنا معانا قطعات اهي، معانا قطعات، اي قطعات عندك ممكن تعملها بيها. عندنا دي بتاعت اللفت اهي، ودي بتاعت ايه، البطاطس، ودي بتاعت البطاطس برضه. اي قطعه عندك اشتغلي بيها مش هتقولي لا. نبطط كده حلو، بس كده السمك ده كده علشان مش عايزينه تخين قوي ولا رفيع قوي ان شاء الله. بالمنظر ده كده اهو، نعملها كده اهي، نسوي بقى كده كله مع بعض كده اهو ان شاء الله، عشان تبقى كلها اهو. ان شاء الله اهي، طلعنا على جنب كده، طلعنا تانية اهي. ببطط كده، انا عملت ما شاء الله اهو الصاج اهو، لسه بكمله صينيه كمان اهي ما شاء الله اهو. القطعه دي العجينه عشان ما شاء الله طريه قوي، القطعه دي بتلزق في العجينه ما شاء الله، لازم نتك عليها قوي كده ما شاء الله. خلصنا الكميه ما شاء الله، شوفوا قد ايه، بسم الله ما شاء الله. بصوا بصوا، من كيلو دقيق عملنا كميه بسم الله ما شاء الله، كميه حلوه جدا اهو. شوفوا كام صاج، ادي 4 همت، 4 هم، ادي 2 2 وادي 2 هنا اهو ما شاء الله. شوفوا لما كمان قعد كمان وارتاح، نفش القراميش معانا، نفشت وتخنت ازاي. لسه كمان هنحطها معاكم في الفرن، سايباها ترتاح خالص اهي ما شاء الله اهي. حجمها بتضاعف ازاي ما شاء الله. بصوا حلوه قوي قوي، بكيلو دقيق واحد بسم الله ما شاء الله عملنا كميه كبيره اهي. بصوا ما شاء الله. هنحط كل ده بقى معاك في الفرن. انا مولعه الفرن طبعا قبلها، قبل القراميش اهو ما شاء الله، مولعاه كميه حلوه بسم الله ما شاء الله، كميه حلوه قوي. هحطهم بقى في الفرن معاكم بقى واوديهم واوري لكم ان شاء الله باذن الله لما يطلع معانا القراميش الحلوه ان شاء الله اهو. لسه في الفرن اهو ما شاء الله. شوفوا الكميه ضعفت قد ايه بسم الله ما شاء الله اهو. لسه ما احمرش اهو معانا، ما يخلص بقى ويحمر بقى اوريه لكم ما شاء الله. شوفوا الكميه بسم الله ما شاء الله قد ايه. شوفوا الجمال بقى والحلاوه، بكيلو دقيق عملنا خير في البيت بريحه الدقيق كده والعجينه في البيت، والله خير وبركه جدا، وريحتها في منتهى الجمال بالشمر الشمر ايوه افتكرت، شمر وكرم. بس ما شاء الله على الكميه، الصاج بسم الله ما شاء الله قد ايه. ما اقولكوش بقى على ريحته، حلو قوي. كوبايه شاي بلبن الصبح نفطر بيه، اخر النهار كده نبلع كده بكوبايه شاي ساده ما شاء الله، خير في البيت. جربوه بقى بالطريقه دي هتعجبكم
جدا جدا جدا. مش هقول لكم اكتر من كده، لان لو جربتوه فعلا هتعذروني وهتقولوا فعلا عندك حق. الشمر والكراويه اعطيله ريحه في منتهى الجمال. يا رب الفيديو ان شاء الله يعجبكم باذن الله، وتجربوا الدقيق اللي هو القرمشات ده بكيلو دقيق واحد في منتهى الجمال والحلاوه. اوعى تنسي بقى اللايك بقى، تشجعيني بقى